أزلنون. واش صحيح بأن الأصل ديال الحروف تيفيناغ هي الحروف الفينيقية؟ واش صحيح بأن الحروف ديال تيفيناغ اشتقوها الأمازيغ وخداوها الأمازيغ من عند الفينيقيين؟ الناس اللي كيقولوا بحال هذا الكلام تيعتمدوا على 4 ديال الأدلة، وفي هذا الفيديو بغيت نبين لكم بأن هاد 4 ديال الأدلة هي أدلة باطلة غير صحيحة وغير علمية. خليوني نفسر لكم. الدليل الأول اللي كيعتمدوا عليه هاد الناس هو ما يمكن تسميته بالدليل التاريخي. اشنو هو الدليل التاريخي؟ كيقولوا بأنه الفينيقيين جاوا لشمال إفريقيا كتجار في حوالي 900 قبل الميلاد، واقدم نقيشه امازيغيه اكتشفناها لحد الان كاينه في مدينه دوكا في تونس كترجع لحوالي 200 قبل الميلاد. يعني ان الامازيغ خداو 700 سنه باش يستعروا وباش يشتقوا من الحروف الامازيغيه هذوك الحروف ونسبوها لنفسهم. هذا الدليل هذا دليل غير صحيح لاسباب متعدده، من بينها ان اقدم النقائش الامازيغيه ما كايناش في الشمال اصلا، ما كايناش في المنطقه اللي كان فيها النفوذ ديال الفينيقيين. اقدم النقائش الامازيغيه اللي اكتشفناها لحد الان كاينه في جبل الاطلس الكبير وفي جبل الاطلس المتوسط، من بينها النقيشه ديال عزيب نكيس وراه كنت شرحتها لكم في واحد الفيديو سابق رجعوا ليه، النقيشه ديال الفياله وراه كنت شرحتها لكم في واحد الفيديو سابق رجعوا ليه، والنقيشه ديال ورمداز كنت شرحتها لكم في واحد الفيديو سابق رجعوا ليه. هادو هما اقدم النقائش الامازيغيه. العلماء كيقولوا بان هاد النقائش الامازيغيه القديمه كترجع لما بين 800 حتى 800 سنه حتى 1000 سنه قبل الميلاد، يعني قديمه. ولاحظوا معايا هادو غير النقائش. فاش تكون عندنا نقائش كيعني بانه الناس اخترعوا الحروف اللي كيستعملوها في هاد النقائش من قبل، لان باش تنتشر الحروف وباش يتعرفوا عليها الناس وباش تولي قابله للاستعمال كتاخذ واحد الوقت طويل. لذلك فممكن ندير واحد التقدير ديال ان النقائش الامازيغيه بدا الاستعمال ديالها على الاقل وفي اسوأ تقدير 1200 سنه قبل الميلاد، يعني واحد المده طويله قبل الوقت اللي جاو فيه الفينيقيين لشمال افريقيا. اقدم النقائش كاينه في جبال الاطلس، ما كايناش اصلا في المناطق اللي قريبه من النفوذ الفينيقي. اذا فالدليل التاريخي هو دليل باطل. كاين واحد الدليل اخر كيعتمدوا عليه، تخيلوا معايا نقدروا نسميوه بالدليل الجغرافي. تخيلوا معايا مثلا هذه هي شمال افريقيا، الفينيقيين كانت العاصمه ديالهم هي مدينه قرطاجه كانت هنايا، وواحد الجزء كبير من النقائش الامازيغيه لقيناه في هذوك المناطق اللي قراب لمدينه قرطاجه، بحال مدينه سوق هراس اللي كتسمى اليوم تاكاست ومدينه كالما الى اخره. اذا بزاف ديال النقائش اكتشفوهم هنا، وكيستنتجوا من هذا الشيء بان الحروف ديال تيفيناغ خديناهم من عند الفينيقيين. هذا الدليل هذا هو دليل غير علمي وباطل وغير صحيح لاسباب مهمه، من بينها ان النقائش الامازيغيه الاقدم اللي اكتشفناها لحد الان ما كانتش قريبه من المناطق ديال النفوذ الفينيقي، ولكن كانت بعيده في الاطلس الكبير، وما لقيناهاش في السهول اللي ممكن باش يجيو لها الفينيقيين، ولكن لقيناها في الجبال اللي عاليه وبعيده بزاف على المناطق ديال النفوذ ديال الفينيقيين، وما لقيناهاش يعني في مناطق ساحليه اللي كانوا تيفضلوها الفينيقيين، ولكن كانت في مناطق داخليه. اذا في مناطق داخليه ماشي ساحليه، في مناطق بعيده ماشي قريبه، في مناطق عاليه ماشي واطيه، ماشي في السهول. اذا فالدليل الجغرافي هو ايضا دليل باطل. كاينين الناس اللي كيعتمدوا على واحد الدليل اخر نقدروا نسميوه دليل التشابه. اشنو كيقولوا بانه كاين واحد التشابه كبير بالحروف بين الحروف ديال تيفيناغ والحروف الفينيقيه. تشابه كبير، واش هادشي صحيح؟ اجيو نشوفوا. هادو هما الحروف الفينيقيه، هادو هما الحروف الفينيقيه القديمه، وهادو هما الحروف الفينيقيه الجديده اللي طورت في شمال افريقيا، وهادو هما الحروف الامازيغيه ديال تيفيناغ. كتكتب هكذا في الفينيقيه، هذه القديمه هذه الجديده. كتكتب هكذا في الحروف ديال تيفيناغ. واش هذا تشابه كبير؟ بطبيعه الحال ما كاين تشابه. كتكتب بحال هكذا في الفينيقيه، وكتكتب بحال هكذا في الامازيغيه. كتكتب على شكل مثلث تسميوها دلتا، وكتكتب بحال هكا في الفينيقيه المستحدثه، وكتكتب بحال هكا في الامازيغيه. واش كاين شي تشابه؟ ما كاين حتى شي تشابه. وكتكتب بحال هكذا في الفينيقيه، كتكتب بحال هكذا في التيفيناغ، ما كاين حتى شي تشابه. كتكتب بحال هكذا في الفينيقيه، كيكتبوها بثلاثه ديال النقاط. الامازيغ الصحراويين وبهذا الشكل هذا الامازيغ اللي ساكنين في المدن وساكنين في الشمال. اذا ما كاين حتى شي تشابه. الحرف الوحيد اللي فيه تشابه تام هو هذا، دائره عند الفينيقيين ودائره عند الامازيغ، ولكن المشكل ان القيمه الصوتيه مختلفه تماما. هذه هي الحرف العين عند الفينيقيين، وهذه هي حرف الراء عند الامازيغ. اذا واش كاين شي تشابه كبير كما كيدعيو؟ لا، ما كاينش
ما كاين حتى شي تشابه. واش كاين شي تاثير وتاثر؟ نعم كاين تاثير وتاثر. لاحظوا معايا، غادي تلاحظوا بانه الحرف ديال السين في الفينيقيه كيشبه الحرف السين في الامازيغيه، والحرف التاء في الفينيقيه كيشبه الحرف ديال التاء في الامازيغيه، ولكن شكون اللي خدا عند الاخر؟ الحرف ديال السين خصكم تعرفوا بانه في النظام الصوتي الامازيغي القديم ما كانش عندنا ساء اصلا. ك تحولت لك، وخ تحولت للشاء، وشاء تحولت لساء. ك داكشي علاش كتلقاو مثلا بعض الامازيغ تيقولوا كي معنى انا، وكاين اللي تيقول خي، وكاين اللي تيقول الشي، وكاينين بعض الكلمات فيهم ساء وشاء، بحال مثلا كلمه اسواس ولا اسكاس، كاين اللي كينطق اشباش في الامازيغ ديال شمال افريقيا. اذا اصلا ما عندناش حرف السين، لذلك فالامازيغ في واحد الوقيته ملي ولات عندهم حرف السين بداو كيقلبوا على واحد السين. كاين فيهم اللي خداو السين الفينيقيه واستعملوها مؤقتا، كاين فيهم اللي اخترعوا حرف السين بهذه الطريقه، والامازيغ اللي كاينين في الغرب ديال الجزائر والمغرب استعملوا السين بهذه الطريقه. يعني كاينين الامازيغ اللي خداو بالفعل حرف واحد من عند الامازيغ من عند الفينيقيين اللي هو حرف السين، وكاينين امازيغ اخرين اللي ما خداوش ولكن اخترعوا حرف السين. كتبقى لنا التاء كتشبه السين ديال تيفيناغ، كتشبه السين الفينيقيه، ولكن شكون اللي خدا عند الاخر؟ الجواب هو انه الفينيقيين اللي خداو عند الامازيغ. باش عرفنا غادي نشرح لكم. اولا الحروف الفينيقيه كيف ما كتعرفوا هي تبسيط للنظام الهيراتي. النظام الهيراتي هو تبسيط للنظام الهيروغليفي، يعني ان الفينيقيين بنفسهم خداو الحروف ديالهم عند المصريين بالهيروغليفيه المبسطه اللي كتسمى بالهيراتيه. اوكي، وعندهم بالفعل واحد الحرف داير بحال هكذا، داير بحال ديك التي. ولكن المشكل انه عند الفينيقيين ما كانش هذا الحرف ما كانش تينطق التاء، كان تينطق ساو. ساو هي الرمز ديال الملك عندهم، لذلك بدون شك انهم ما خداوش حرف التاء من عند المصريين. منين خداوه؟ غادي المفتاح للاجابه على هذا السؤال كاين في واحد الناقشه سميتها بينتاغا عفوا، لقيناها في جزر الكناري، وبالضبط في جزيره الكناري العظمى الكبيره. اش كاين في هذه الناقشه؟ لقينا فيها حرف التاء مكتوب بواحد الطريقه مزخرفه، وفي الجنب ديالها واحد العباره اللي هي اتري نوراغ. اتري نوراغ كتعني النجمه الملتهبه. هذا كيعني بانه الامازيغ حرف التاء بالنسبه لهم كتشبه للنجمه، يعني استمدوها من الصوره ديال النجمه. والدليل القاطع على ذلك انه في نفس الناقشه الناقش كيرسم واحد الصوره هكا تتشبه للنجمه، كيدور بها تا 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 باش يقول لنا بانه راه التاء خديناها من الصوره ديال النجمه. اذا الامازيغ هما اللي اخترعوا الحرف ديال التاء بدون شك. والدليل التاريخي اللي هي الناقشه ديال بينتاغا، التاء الامازيغيه كتشبه النجمه في الشكل ديالها وفي النطق ديالها، لان فيها حرف التاء في الوسط، اتري ولا يتري. كاين واحد الدليل اخر كيعتمد اذا، فهذا الدليل اللي كيقول بانه كاين تشابه ما بين الفينيقيه وتيفيناغ هو دليل باطل، لان هاد جوج ديال الانظمه مختلفين تماما على بعضياتهم. كيتشابهوا فقط جوج ديال الحروف الساء اللي ربما خديناه من عندهم، خداوه بعض الامازيغ من عند الفينيقيين، والحرف ديال التاء اللي خداوه الفينيقيين كلهم من عند الامازيغيين كلهم. هذا تبادل، عطاونا ساء واعطيناهم التاء. واحد الدليل اخر كيعتمدوا عليه الناس اللي كيقولوا بان الاصل ديال تيفيناغ هي الفينيقيه، تيقول لك شوف مثلا كلمه فاء جايه من فاء ناقه. هذا الدليل هذا دليل ضعيف ومبني على الجهل. اولا وقبل كل شيء الفينيقيين ما كانوش تيسميو نفسهم الفينيقيين، كانوا تيسميو راسهم الكانانايتس الكنعانيين، وكانوا كيسميو راسهم كذلك بالزايدونيين او الصيدونيين نسبه لمدينه صيدون في لبنان. كاين عندنا نقائش كتستعمل كلمه زايدونيس. اذا كلمه فناقه بمعنى الفينيقيين ما كانت لا عند الفينيقيين ولا عند الامازيغ. منين جات كلمه فناقه؟ كاينين جوج ديال النظريات. النظريه الاولى سيكوليه، النظريه الاولى هي ديال اللساني القبائلي سليم شاكر اللي كيقول بانها جات من اب النق اللي كتعني القبر، وباقي عندنا في الدارجه اليوم كلمه بنيقه لانه كاين تيستعملوا اللوائح الجنائزيه كيكتبوا بها بالحروف ديال تيفيناغ. وكاين واحد النظريه اللي كتقول، وهي اللي كنأيدها انا اكثر، كتقول بانها جات من كلمه تابنيقت، وتابنيقت هو واحد الخرقه كتوضع على عروسه فوق من راسها، اللون ديالها احمر مزركشه بالاصفر. كلمه فناغ كتعني المزركشات، جايه من المعنى ديال الزركشه. عند الامازيغ الكتابه فن والفن كتابه، لذلك كلمه تيفيناغ كتعني بكل بساطه المزركشات، الكتابه المزركشه. الادله الاربعه اللي هي الدليل التاريخي والدليل والدليل الجغرافي ودليل التشابه ودليل ديال تيفيناغ ساليناهم اليوم. اذا سالينا مع النظريه اللي كتقول بانه الاصل ديال تيفيناغ هي الفينيقيه، سالينا مع هذه النظريه. المره الجايه غادي نتكلموا على نظريه خاطئه اخرى. شكرا لكم.